السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جايبة لكم مشروب في منتهى الجمال. المشروب ده هيساعدكم على خسارة الوزن، وخاصة منطقة البطن اللي الكل بيعاني منها، اللي هي بتبقى دهونها حشوية وبتكون نزولها صعب جدا. إن شاء الله بالمشروب ده يوميا بالليل قبل ما بننام بنص ساعة، صدقوني هيساعدكم كتير قوي على التخلص من الدهون اللي بتاكلوها في أكلكم، وكمان الدهون اللي موجودة في البطن ومنطقة الأرداف، بطريقة سهلة وطريقة بسيطة. يلا بينا نشوف المشروب هنعمله ازاي. هو عبارة عن فص من الثوم ومعاه ليمونة طبعا بقشرها. كلنا عارفين ان الثوم مهم جدا، انه بينقي الكبد وبيخلصنا من السموم الموجودة في جسمنا، بيقوي المناعة، يعتبر مضاد حيوي طبيعي. كمان ان هو بيقلل من امراض القلب والشرايين والسكري، وكمان امراض السرطان، بيحسن من وظائف الكبد وبيقلل من احتباس المية. الناس اللي عندهم دايما بيبقى مية في رجليهم او في ايديهم، بتبقى في ورم في الرجلين، ده بيحسن الموضوع ده. كمان ان هو بيقوي الجلد والشعر والمفاصل. طبعا الليمون احنا قلنا مكوناته قبل كده، وعرفنا ان هو فيه فيتامين سي مهم جدا للبشرة وللجلد وللشعر، بيقوي المناعة ومضاد الالتهابات، وفيه مضادات الاكسدة وبيحمينا من الامراض. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنحط فص الثوم او فصين الثوم اللي عندنا، وهنحط معاهم كمان الليمون اللي هو بالقشر، عشان نستفيد من القشرة بتاعته، من الزيوت الطيارة الموجودة فيها وكل الفوائد الموجودة في قشر الليمون. بس نكون غاسلين الليمون كويس جدا، وبحط عليه حوالي كوباية وربع من المية، وببدأ اخلطه في الخلاط عادي جدا. وبعد ما بخلط الثوم مع الليمون، طبعا في ناس هيقولوا لي احنا ضغطنا واطي مش هنقدر نستخدم الثوم. ايوه فعلا الثوم ما ينفعش للناس اللي ضغطها واطي، بيستخدم للناس اللي ضغطها عالي، هيكون مفيد جدا ليهم لان هيساعدهم على خسارة الوزن، وفي نفس الوقت على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم اللي هي بتسبب معظم امراض القلب والشرايين، وفي نفس الوقت هيساعدهم على النشاط والحركة. قلب ضغطها منخفض، هتستخدم بدل الثوم هتحط بعض ورقات من النعناع او من البقدونس، وده هيساعدها جدا برضو في خسارة الوزن. وهي اليوم بالليل قبل ما ننام بنص ساعة، وان شاء الله هتلاقوا نتيجة زي الفل، وهتدعوا لي على المشروبات اللي بقدمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.